السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله الزبدة الجاموسي بتاعتي هسيحها. تمام كده، سواء بقى زبدة جاموسي او زبدة بقري، هي كلها عامة بتبقى طريقة واحدة انك انتي تسيحي الزبدة بتاعتك. تمام كده، انا بنزل بالزبدة بتاعتي اهو في الحلة بتاعتي اللي هسيح فيها. تمام، هتشيليها من الكيس بتاعها وهتحطيها في الحلة. هتحطيها على النار بتاعتك، تكون النار عالية، وتنزلي عليها بمعلقة ملح كبيرة. تمام كده، هسيب بقى السمنة بتاعتي دي لحد ما تبتدي توصل لدرجة الغليان. تمام كده، مش هعمل فيها اي حاجة الا لما توصل لدرجة الغليان. هي زي ما انتوا شايفين هي غليت دلوقتي، وشايفين اللبن اللي ظهر عندي على الوش ده. هحاول بس اخليه يهدى شوية لان انا عايزة اخد اللبن ده. تمام، لان هو دي طبعا هتبقى المرطة بتاعتي مع كمان اللي هيطلع لي بعد التسوية. ادي هي هديت شوية هي. تمام، هسيبها حوالي يعني ايه 10 دقايق كده، وبعدين ابتدي اشيل اللبن ده على قد ما اقدر كده في بولة ولا حاجة كده بالمعلقة هشيله. تمام كده، واذا بقى في لبن ولا حاجة برضو شوية عادي مفيهاش مشكلة، برضو هو بيفضل لحد ما ياخد درجة السوا، بتلاقيه صفر كده وبياخد درجة السوا وبيبتدي يخف خالص. ممكن بعد كده برضو ايه بتشيليه. تمام كده، فانا طبعا هشيل الجزء ده كله كده في بولة. تمام، هتسيبيها ساعة على النار، ساعة كاملة على النار، بس تكوني مهدية عليها النار. دي زي ما انتوا شايفين هي كده وصلت لدرجة السوا بتاعي، لونها اصفر ذهبي كده جميل. برضو باللبن بتاعي ده حاجات بسيطة طلعت كده، فهسيبها عادي مفيهاش مشكلة. وادي الزبدة بتاعتي بعد ما بردت وانا حطيتها في البرطمانات، ما شاء الله مرملة جدا وهتلاقيها تحفة. حاجة كده جميلة ان شاء الله، وطريقة سهلة مش صعبة ولا حاجة، اللي مش بيعرف يسيح